أصدقائي وصديقاتي، عدد كبير جدا من المشاهدين بعتوا يسألونا إيه هي آخر حاجة استقرت عليها خريطة شهر رمضان بالنسبة للقناة الأولى. فأحب أدي لحضراتكم فكرة عنها. إن شاء الله الافتتاح كل يوم هيكون الساعة 12:30 في فترة الظهيرة، ما عدا يوم الجمعة هيكون الإرسال هيبدأ الساعة 10 صباحا، ومن 1 لحد 2:30 هيكون في برامج تعليمية. أما كل يوم في فترة الظهيرة الساعة 2:30 إن شاء الله بنقدم فيلم عربي علشان تسلوا صيامكم معاه. بعد كده الساعة 5:15 في مسلسل للأطفال. حديث الشيخ الشعراوي هيكون الساعة 5:30 إن شاء الله. الساعة 6:30 بنقدم لأطفالنا الأحباء مسلسل بوجي وطمطم اللي هم بيحبوه وبينتظروه دايما. فوزير عمو فؤاد بطولة فؤاد المهندس ومشيرة ومن إخراج محمد رجائي هتلتقوا بيها في 7 مساء. والساعة 7:15 برنامج جديد بعنوان أشياء مرفوضة من إخراج شكري أبو عميرة. فوزير رمضان واللي بتقوم ببطولتها السنة دي الفنانة الاستعراضية نيلي هتكون الساعة 8:15 إن شاء الله. أما ألف ليلة وليلة فهتكون الساعة 8:30. وألف ليلة وليلة بطولة الفنانة رغدة وعدد كبير من الفنانين. نشرة الأخبار هتكون في تمام 9 مساء. أما المسلسل العربي رأفت الهجان واللي كلكم بتنتظروه واللي بنذيع منه هذه الأيام الجزء الأول، والمسلسل طبعا بطولة الفنان محمود عبد العزيز، يسرى إيمان الطوخي ومن إخراج يحيى العلمي. رأفت الهجان هنلتقي بيه في 10 مساء. الساعة 11:15 بنلتقي بالمسلسل الديني اليومي. الساعة 12:15 بنلتقي بيا تلفزيون يا تقديم الفنان رمسيس. أما بالنسبة لسهرات القناة الأولى فيوم السبت بنسهر مع نادي السينما، يوم الحد جولة الكاميرا وسهرات درامية مختلفة، يوم الاثنين سهرة منوعات، يوم الثلاث فيلم عربي، ويوم الأربع اخترنا لك، ويوم الخميس بنقدم أسماء الله الحسنى وفيلم عربي. أما يوم الجمعة فبنقدم فكر ثواني واكسب دقايق، بالإضافة إلى سهرات درامية جديدة.